انت عملت اللي عليك، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيفرحك انت واهلك كلهم. طب سريعا كده لكل الناس اللي كانت حابه تعرف عن كليه سياسه واقتصاد وايه مجالات الشغل بتاعتها وهتدرس ايه جوه والكلام الجميل ده. مبدئيا كده اي كلام بيتقالك عن الكليه دي من الناس ارمي ورا ظهرك. عارف انه هيتقال ان هي عايزه واسطه تطلع تشتغل ايه؟ مفيش الكلام ده، انسى خالص الكلام ده وكبر دماغك من كل الناس دي. انت لو حابب حاجه زي كده وحابب المجال ده سياسه اقتصاد احصى الكلام ده خش. هكلمك عن ايه اللي هتدرسه. بص يا باشا، انت مبدئيا كده في اول سنه ليك بتدرس جنرال، يعني عام، تدرس كل حاجه سياسه واقتصاد واحصاء. ثلاث اقسام الرئيسيه في الكليه سياسه واقتصاد واحصاء. الكلام ده انا بكلمك عن جامعه بني سويف، يمكن في القاهره في تخصصين زياده اول سنه بتدرس فيه كل التخصصات، عشان تاني سنة بتبدأ بقى تحدد القسم اللي انت عايز تدخله. سنة تانية بتتخصص كقسم رئيسي ليك. سنة تالتة بتاخد حاجة اسمها تخصص فرعي، تبقى مثلا انت اساسي بتاعك سياسة فرع اقتصاد والعكس. اوزن بقى على الثلاث اقسام الكلام ده كله. الكليه حرفيا بتديك كده زي ما تقول كده ايه، الناس اللي بتعرف ان انت في كليه سياسه واقتصاد، لا بص اللي هو ايه، انت واحد فهمان فاهم، بتديك وزن كده من الاخر يعني، مع احترامي لكل الكليات. طيب بالنسبه للاقسام، ايه الوظائف؟ انت اصلا بتتخرج باحث سياسي او باحث اقتصادي، الكلام ده كله بيفرقك ما بينك وبين اي كليه تاني. تتخرج باسم باحث في العلوم السياسيه، في العلوم الاقتصاديه، ايا يكن. دي حاجه كويسه جدا. طيب انا دلوقتي مثلا تخصص علوم سياسيه فرع بتاع اقتصاد، اشتغلت عادي في مجال الاقتصاد. في جهات معينه ما بترضاش، مثلا بتبقى عايزه اللي هو اقتصادي صرف او سياسي صرف. طيب انت مجالك ايه في السياسه؟ خارجيه، وزارات، سفارات، مراكز بحث، تشتغل عادي باحث سياسي. انت اصلا لما تتخرج في مراكز بحث كتير بتحتاج باحث سياسي، ممكن تبدا بالمجال ده عادي. اقتصاد، اوزن بقى اللي انا قلته على اقتصاد. النقطه المهمه، لو هتدخل سياسة واقتصاد فانت لازم تبقى شغال على نفسك في كذا حاجة. اول حاجة هتقوي اللغة، هتاخد كورسات في كذا مجال. سياسة واقتصاد لوحدها مش هتجدي، مش تنفع معاك، لازم معاها شوية ايه يعني، تقل السي في بتاعك وانت جوه كده، هتقابل الناس واعرف ايه اهم الحاجات اللي ينفع تاخدها وخدها وانت في فترة الكلية، ما تسيبش نفسك لبعد ما تخلص. طيب انت بتنصح بيها؟ اه بنصح بيها. سيبك من كل الناس اللي حواليك دي، كلام الناس مش هياكل عيش. اتقال لي اكتر من كده وباشا بره عنك اي حاجة. واي حاجه نفسك فيها تسالها من ناحيه مجالات سياسه واقتصاد عموما، بالشغل بالكلام ده كله، بتظبيط السي في بلينكد ان بتاعك، خش تواصل معاه وانا اظبط لك الدنيا خالص واعرفك تقدم ازاي على وظائف. ما تخليش حد يحبطك. لو جايب مجموع سياسه واقتصاد ادخل، وبرضه كله على حسب شغفك. طبعا حابب ادعم اخواتي كلهم في ثالثه ثانوي، مهما كانت النتيجه ايه فانت ارضى باللي مكتوب، ومش اخر الدنيا. في ناس كتير كتير كتير، واكتر ناس الاغنياء مش ما اقتصروش على الكليه واشتغلوا بمجال الكليه بس، لا انت حتى لو اشتغلت في وظيفه محتاج ان انت علشان تبقى ما توقفش على مكان معين، لازم تشتغل على نفسك وتاخد حاجات كتير بحيث ان انت توصل للغنى، فاهمني؟ ما تقتصرش بس على مجال كليه والكلام ده، لا انت في سن السعي ما تسالش على الراحه. ربنا يوفقكم والف الف مبروك مقدما. اشوفكم كلكم في اعلى المناصب بالتوفيق، والف الف الف مبروك مقدما. انت عملت اللي عليك وان شاء الله ربنا هيكرمك وهيفرحك انت واهلك كلهم. بالتوفيق.